شباب يسمو ويفكر يبني أوطانا ويعمر. ورجعنا لكم في حلقة جديدة من البودكاست. والسؤال بقى اللي بيطرح نفسه، هل ينفع وانا بعمل معاصي كتير جدا واخطاء ان انا اعمل خير؟ يعني بعض الناس تقول طب ما انا دلوقتي بعمل معاصي كتير، هل ربنا هيتقبل مني الخير اللي انا هعمله؟ طب ما دام ربنا هيتقبل، طب ليه انا بدل ما اعمل خير طب ما اعملش معاصي؟ هيبقى اسهل يعني. وتوب منها بعدين، يعني قصدك؟ بالظبط. طب تمام، جاوب لنا انت يا كابتن مؤمن. هل انا بعمل معاصي كتير ينفع اعمل خير وانا يعني ينفع اعمل معصيه واعمل خير، اعمل معصيه واعمل خير؟ هو رب العزة عز وجل قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. يعني النفس اللي ربنا خلقها دي هو اداها الخير واداها الشر، لان هو عارف ان خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه. يعني ربنا عز وجل عارف انك هتعمل خير وهتعمل شر، فدي طبيعتك البشريه. اتبع السيئه بالحسنه، الحسنه تمحوها. صح كده مولانا؟ طبعا في النقطه السؤال الجميل اللي انت قلته ده في جزء منه تلبيس من الشيطان. الشيطان عايز يغلق عليك باب الخير، يقول لك انت بتاع معاصي، انت عندك ذنوب وعندك كبائر وعندك صغائر، مالكش توبه، مالكش توبه، ربنا هيقبل منك. قالها لي كتير جدا. لكن انت يجب انك تقف امام الشيطان بصدر قوي وتقول لا، انا مسلم، الله جل وعلا فتح لي باب التوبه، والله جل وعلا كلما يرى عبده المذنب يتوب إليه يتوب عليه، حتى في درجة أن حديث قدسي يقول الله سبحانه وتعالى: علم عبدي أن له ربا تاب إليه تبت على عبدي فليصنع ما شاء. فتأمل أن ربنا سبحانه وتعالى بيقبل توبتك، فاجعل دائما هذا نصب عينيك، عشان انت ما ينفعش تقول لا انا مش هعمل خير، انا ما ينفعش اعمل خير. يعني اتصدق وانا عندي ذنوب؟ اصلا اتصدق وانا بشرب سجاير؟ ولا انا عقل ابويا وامي وانا عندي مشاكل كبيره جدا في الشهوات وعندي مشاكل في علاقات محرمه؟ يعني هيجي رمضان فصلي التراويح فتتقبل مني التراويح؟ يعني انا لو تصدقت في رمضان يا عم لو قريت قران هيتقبل مني؟ اكيد مش هيتقبل مني. فالشيطان يغلق عليك الباب ده. عشان كده الهدف من الحلقه دي اظن ان احنا نقول لانفسنا، احنا كلنا اصحاب معاصي، عشان لا يظن الشباب بقى ان احنا لا اطلاقا، كلنا قال ده السؤال ده يحدث به نفسي. كل ابن ادم خطاء. فلذلك احنا عندنا اخطاء وعندنا ذنوب، والنبي عليه الصلاه والسلام يقول: خلق المؤمن مفتن تواب. مفتن، يتفتن ويتوب ويرجع الى الله سبحانه وتعالى. فاستشعار المعنى ده يجعلك تقول لا، سأبادر إلى عمل الخير. ما يمكن عمل الخير يخليني أتوب من المعاصي، صح. ما يمكن استمراري في الصدقة، استمراري في طب ما لما بنطلع السيئات، طب أنا دلوقتي بالظبط، مش إحنا كلنا هنتحاسب وكلنا هيتعرض أعمالنا على الله عز وجل، الأعمال السيئة والأعمال الحسنة اللي بنعملها. طب ما أكيد هيبقى فيه دي هتشيل دي. ما اعمل يعني انت ربنا او الشيطان وسوس لك تعمل سيئه، طب ما تعمل بعدها حسن عشان تشيلها. وانا لما كنت صغير كان اوقات بيجي لي الهاجس ده كتير. السنه اللي فاتت يعني كان بيجي لي الهاجس ده كتير. هو انا وحش، ما انا بعمل، انا منافق. مش انا وحش، انا منافق. هو انت قدام الناس بتخش الجامعه تصلي وبعدها مش عارف بتعمل ايه، مع ان انا جوايا نفسيا هو انا ما حدش زقني على الجامع، انا رايح عشان عايز اصلي، عايز ربنا، بس خرجت من الجامع فنفسي البشريه وسوستي بحاجه حرام فعملتها. هبدا بقى اقعد بقى ايه، ده انا سيء جدا، ده انا وحش جدا، ده انا مكسوف جدا، فاهم؟ انا ماليش توبه وانا صغير، وابدا انغمس اكتر في الذنوب. ليه؟ لان انا مش هعمل كده، انا مكسوف. بعدين بتلاقي ان لا، ده ربنا عز وجل ارحم من كده بكتير، ودينك ارحم وارفق بيك من كده بكتير. اعمل الذنوب، ما بقولكش، بس لو بتعمل الذنب الكبيره، لو بتعمل الكبائر اللي بيتهز ليها عرش الرحمن عز وجل، توب الى الله واعمل بعدها خير على طول. توب، نعم، واعمل خير. وحتى باسم الشيخ صاوي، حتى لو مش قادر انك تتوب دلوقتي من الفعل ده، وانت عارف اصل التوبه دي حاجه شخصيه بين العبد وربه. انا ممكن ابقى عارف ان انا دلوقتي مش قادر اتوب من الذنب ده، خلاص لو هتكمل عليه اعمل بعده حاجه خير برضو عادي. تصور ان الله سبحانه وتعالى في سوره الفرقان ذكر في خاتمه السوره آية واضحة تريح كل الناس في المشكلة دي: إلا من تاب
وآمن وعمل عملا صالحا. صالح. النتيجة يا شيخ رامي فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يعني لا يمكن انت لو رحت زرت اكبر التجار، اكبر المستثمرين، اكبر المساهمين، وزراء، رؤساء ملوك، انت بتعمل الذنب، بتغلط مرة تانية يحط عليك اكس، خلاص. تغلط التالتة يا هتتحبس تتسجن يا تطرد. صح. مفيش بشر هيقبلك. ما رب لكن ربنا جل وعلا تذنب تتوب يتوب الله عليك. إلا من تاب وآمن وعمل عمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. إنما في الدنيا ده بيتكتب لك حاجة اسمها صحيفة سوابق. صح. أنت عندك سوابق وعشان لكن تشيلها بقى دي قصة كبيرة، وفي حاجات ما بتتشالش اصلا. طبعا بالظبط. انت بتقدم وبترفع دعوه وقضيه وبتخش على الكمبيوتر بس ما انا تبت يا جماعه. معلش لا مش تبت، ده انت عملتها واتحاسبت عليها بالظبط كده. لا مش هنشيلها لك، معلش مش هنشيلها. هتفضل طول عمر انت حرام يلا. انت حرام، هتفضل طول عمرك حرام. انت نسيت نفسك. والله تبت يا كابتن. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. تصور أن السيئات دي تتحول إلى حسنات، لدرجة أن الصحابة في يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتكلم عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب، يا رب اجعلني أنا وكابتن رامي منهم والمشاهدين والمشاهدات. 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب. عارف قالوا إيه الصحابة؟ قال الصحابة فلعلهم الذين كانوا في الجاهلية ثم دخلوا في الإسلام. الصحابة بيترجموا دلوقتي فبدلت سيئاتهم إلى حسنات، فبقى معدل الحسنات كبير. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يعملوا شرا قط. مفيش. فهم عاوزين يدوروا ازاي دول يخشوا من غير حساب. تأمل. فهنا الإدراك العظيم عند عقول الصحابة أن التائب ربنا بيحول سيئاته إلى حسنات، فبترجع صحيفتك بيضاء كيوم ولدتك أمك. والمعنى ده مهم جدا ان احنا نوصله للشباب والبنات في رمضان وفي العشر الاوائل من ذي الحجه وفي ليله القدر وفي اول محرم وفي صيام الاثنين والخميس وفي اعمال صالحه في حياتنا كتير. طيب انا عاوز اعمل خير، ايوه اعمل خير، عمل صالح، واعمل خير في ان تساعد ضعيف، تتصدق، تؤوي انسان يتيم مشرد، تكفل اليتيم. طب اقول لك على حاجه بقى اخطر. هو هيخليك، او لو انت عايز تعمل خير هيبوظوا عليك. طبعا. هيقول لك انت بتعمله رياء. طبعا ايوه بالظبط، رياء. هيقول لك أيوة بتعمله رياء. برافو عليك. هيقول لك معاك مثلا اكل عايز تديه لكلب، اصل انت عايز الناس تشوفك. اصل انت قلت الكلام كويس عشان الناس تسقف لك وتقول عليك برافو انت قلت كلام كويس. طب نعمل ايه؟ فتلاقي نفسك في كل خطوه، انا هاجي لحضرتك ما تستعجلش. انت ما سالتش. تمام. فتلاقي نفسك خلاص زهقت لدرجه انك ساعات تقول ايه، لا انا مش عايز اعمل الخير ده لا يحصل رياء. أيوة. ودي عليا، يعني انا اعمل خير وكمان يضيع عليا. اعمل ايه بقى يا شيخ؟ جيت لك ملعب الحته اللي الشيخ طبعا عايزها. قول. انا اللي هجاوب. طبعا. طيب انت برضه شيخ يا كابتن. لا مولانا. طيب في هذه النقطه انا محتاج ان انا ارجع خطوه للوراء واقول انا انما قصدت بالخير وجه الله. اجدد النيه. انا النيه دي فعلا عملت كده عشان ربنا. الشيطان جالي في الطريق بالظبط. الشيطان ما جاليش في الاول وما جاليش وقال لي بعد ما عملت المعصيه بقول لك ايه، ما تيجي تروح تعمل خير عشان تضحك على الناس. لا مش هيقولها، ما بيقولهاش خالص. اصل الامر بدأ من عند ربنا سبحانه وتعالى ان قلبك فيه حياه. لا انا عملت معصيه لازم اتوب. الشيطان مجرد تعطيل لنيتك الطيبه. فبيجي الشيطان بقى بعد ما انت نويت النيه، فانا مطلوب مني اعمل ابديت للنيه، اعمل تجديد وتجريد للنيه. يا رب انا ما قصدت بهذا العمل الا ابتغاء وجهك وان تغفر لي وتتوب عليه. يا رب رايح دلوقتي البيت الفقير ده عند الست المسكينه دي، اعمل لهم وصله ميه، اكلهم، ادفع لهم ايجارهم، اقضي عنهم دينهم لاجل ابتغائك يا رب. خلاص يا رب. الشيطان لا انت هتعمل من هناك بس مباشر وتقول للجماعه انا النهارده كنت بزور البيت الفلاني والقريه الفلانيه وزرناهم يا جماعه وشوفوا. الشيطان يبدا ايه؟ يبدا يسوي له. الموضوع كمان اخطر من كده. يعني ممكن الشيطان يصور لك ان انت بتعمل الحاجه الكويسه دي مع الاسره دي علشان انت مثلا عايز منهم حاجه. ما هو ده كله ده من وسوسه. يعني حتى انت بتحاول تسدها على نفسك فيفتح لك بص اي باب. في نقطه في الوسواس مهمه جدا يمكن طريفه نحكيها للشباب. مره واحد موسوس زار الامام ابو حنيفه وقال له يا إمام الشيطان لا يزال يأتيني يقول لي طلقت امرأتك. فقال له أبو حنيفة هل طلقتها؟ قال لا. خلاص.
قال قل للشيطان لا. انا مش محتاجه شغالة حاجه إيه يا عم؟ سهله اهي. فاهم؟ سهلة. انت احيانا الشيطان بيجي لك انت مرائي يا عم، انا مش مرائي، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام امرنا ان الشيطان لما يجي لنا في الصلاه ندفل عن يسارنا 3 ونستعيذ بالله من الشيطان. مفيش بقى زياده بقى انا هحارب الشيطان وهقعد افكر مع الشيطان، انت بالعكس تستطيل في الوسواس، انت كده بتتمادى في الوسواس. تستعيذ بالله من الشيطان وتقطع دابر الشيطان، يا شيطان انا شغال لربنا، اعوذ بالله من الشيطان، واكمل في طريقي. طيب ايه الخلل اللي ممكن يحصل بقى؟ ان انا لا انا كده ايه مرائي، يبقى مش هعمل خير. تخيل دي مصيبه اعظم، تقع في شرك والعياذ بالله، ان تترك فعل الخير لاجل الشيطان. بص يا شخصاوي، لما بيصيبني كلنا بشر، واوقات من وقت للتاني الشيطان بيعرف يدخل لك ازاي. لما بلاقي نفسي واقع في معاصي فتره طويله ومش عارف اتخلص منها مثلا، فبقيت اعالج الموضوع ده ازاي؟ اعمل كل خير متاح قدامي، اللي هو بس خد بالك انت عاصي هتقابل ربنا ازاي؟ ربنا عز وجل اعلى واعلم بنيتي، فانا هعمل خير علشان لما اعمل خير كتير ده هيزاحم السيئات والمعاصي. فاكيد في وقت من الاوقات ان شاء الله مش هيبقى عندي المساحه الكافيه دي للمعاصي. طب ده حصل ازاي؟ لان انا حاولت اتغلب على شيطاني، ولا انا بعمل ذنوب بس هعمل جنبها معاصي. وده ناتج عن دعاء اللهم استعملنا ولا ولا تستبدلنا. طبعا أدعية عظيمة جدا وأدعية كثيرة جدا. أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن ربنا جل وعلا يصرف عنك الفتن، أن تسأل الله جل وعلا أن لا يميتك ميتة السوء، أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك ممن يرى الحق حقا وترزق اتباعه، ويريك الباطل باطل ويرزقك اجتنابه. قضية أن أنت تعلم أن في وسائل لمغفرة الذنوب، دي نعمة كبيرة جدا. يعني النهاردة الشباب لو سألونا وقالوا النهاردة يا جماعة انتوا قاعدين في البودكاست بتقولوا هو ينفع أعمل خير وأنا عندي معاصي؟ بنقول لك أيوة ينفع تعمل خير وتتصدق وتصلي وتتوب. طب إيه الوسائل اللي تعني على التوبة؟ إيه اللي تخليني أنا أرجع إلى الله سبحانه وتعالى؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يذنب ذنبا فيتطهر ويصلي ركعتين إلا غفر الله له ذنبه. ركعتين، أصلي ركعتين بس، مش الذنب محتاج يعد خلاص. محتاج ان انا اعتق رقبه ولا اطعم ولا تروح تجاهد في سبيل الله ولا تمشي في الصحراء، الا لو الذنب بقى متعلق بحقوق الاخرين. فاهم؟ يعني انت اخذت حق مال حد، اذيت حد، اغتصبت حرمه ارض حد او ارض زراعيه، حقوق العباد وترد العباد. طب انت عارف ان كان في حد من العلماء اللي سالت في الموضوع ده قبل كده، ظلمت حد ومش عارف توصل له، مش عارف توصل له، خلاص مات، اختفى من حياتك، سافر، مش عارف توصل له، تصدق. احسنت، تتصدق عنه بنيته وتدعو له. بالظبط كده. تصدق، هيجي يوم القيامه يقعد معاك، انا ليا حق عند فلان، بالظبط كده. لا ما هو فلان تصدق بنيه كذا، فبص الخير اللي جه من ناحيه الصدقه خلاص. يعني حتى ليها مخرج، اي حاجه في ديننا ليها مخرج. تصور بس ذكر عشان نطلع فاصل، طلعنا مؤمن فاصل. تصور ذكر واحد قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطايا وإن كانت مثل زبد البحر. حلو قوي كده. اطلع فاصل. يعني انا جاي اطلع فاصل يا جماعه. ولما نرجع من الفاصل انا هبدا الكلام. ماشي يبني أوطانا ويعمر ويقاوم شبهات الأعداء ويكتب مجدا ويسطر. بعد ما رجعنا من الفاصل عايز يعني في حاجة كده بتدور في بالي، فدي اللي عايز اطرحها. مفيش مشكلة ان احنا نعمل غلط، كلنا بنعمل غلط، بس انا بشوف ان اخطر حاجة ممكن الشخص اللي بيعمل غلط يعملها ان هو يطبع مع الخطأ او يطبع مع الذنب. يعني ايه؟ يقلب الذنب بالظبط، او يشوف له طريقة يقتنع بيه ان هو مش ذنب. ممتاز. اديني امثله بقى، معلش ضروري. اديك مثال. انت عايز انا عارف انك عايز انهي مثال. والله العظيم. لا ادي الامثله فعلا. ماشي. يعني مثلا يا جدعان انا وارد اكون بعمل ذنب بس موقن ومسلم ان ده ذنب، فيا رب ان شاء الله تتوب عليه، انا هتوب منه باذن الله ان شاء الله. ماشي. فده بيفتح لي باب طول الوقت ان انا اتوب. بس المشكله الاخطر بتبقى لما انا ابدا هو انا بعمل ذنب ومش او مستمتع بيه ومش عايز ابطله او مش قادر ابطله، فابدا اعمل ايه؟ ادور له على مخارج تخليه حلال في وجهه نظري. زي مثلا عشان نبقى بنتكلم في امثله،
التاتو مثلا، الوشم، الوشم مثلا، وحاجات تانية كتير، الوشم والحجاب والخمره وغيره وغيره سجاير والسجاير اصل مش مذكوره في القران. بالظبط كده. فلما انا مثلا عامل وشم، خلاص انا عملته مم. ولبسته خلاص، فعندي اختيارين، يا اما اقول انا عملت حاجه غلط ووقتها ما كنتش عارف ان هي غلط فانا تبت، يا اما بقى اشيله، ولو مفيش اوبشن ان انا اشيله، خلاص يا رب انا تبت عنه. هي دي لعبه الشيطان. بالظبط كده. المشكله الاسوأ ان انا بقى ايه، لا ما هو التاتو اصل الوشم ده ما وصلش للطبقه مش عارف التالتة من الجلد فما خرجش دم طب ما انا خلاص، ما انا لبست الذنب ده طول عمري وهفضل طول ما هو على دراعي افضل اخد عليه ذنوب، مع ان كان ممكن اخد ذنب مره واحده. بالظبط، الذنب بقى مستمر. بنت بالظبط. مش محجبه، في بنات كتير مش محجبات وربنا يبارك لهم، انا عارفه ان انا مقصره وان انا مذنبه وان شاء الله البس الحجاب، وفي بنات تانية ربنا يعفو عنهم لا اصل الحجاب اصلا مش من الدين في حاجه، اصل انا مش مقتنعه، اصل جمال. لا والاخطر بقى ان اكون مش محجبه ولبسي كويس بدل ما اكون محجبه ولبسي ملفت. بالظبط. انا مش محجبه بس فعلا من بنات عمري ما مشيت مع ولد، عمري ما عملت ما اعرفش ايه، عمري ما عملت شات ايه، بس احسن من بنات كتير محجبه. لا هو ده غلط وده غلط وده غلط وده غلط. خلينا نسمي ده كله بين قوسين خطط شيطانيه لكي تبعدك عن طريق التوبه والى في الذنب، وتستطيع ان انت يحصل لك حاله من القنوط والياس. هقول لكم ايه وحديث بس. ماشي. بص، يقول الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. النداء من الله عز وجل للناس اللي مش ما عملش الذنب مره ولا مرتين، ده عملوا كتير، عملوا اسراف مبالغه، ماشي، لا تقنطوا من رحمة الله. إذا أنا مطلوب إن ربنا فتح لي باب الأمل، أنا لن أقنط من رحمة الله أبدا. في كل وقت أذنبت فيه ومعصية كررتها هرجع لربنا، ربنا يقبل. الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. الترجمة بقى اشرح بقى. الترجمة بقى. شوف ربنا سبحانه وتعالى وهو يتعجب من ان عباده وصلوا الى مرحله القنوط، وانه هم يعني في يأس وفي ألم، مع ان الله سبحانه وتعالى يعلم ان فرجهم قريب فيظل يضحك. ربنا جل وعلا سيفرج عليهم، هو جل وعلا يعلم انه سيفرج عليهم، يعلم انه سيهديهم، يعلم انه سيصلحهم. يبقى انا مطلوب مني في خلاصة الآية والحديث لا أيأس ولا أقنط من روح الله، وما يضحكش عليا بالشيطان بقى يضحك عليا إن أنا لا أصلا أنا لو تبت فأنا مش هيقبل مني، أو أنا أصلا يعني لا هو أنا مش بعمل معصية ومش بعمل ذنب، ده أنا أصلا الحجاب مش فرض، ده أنا أصلا لو كنت محجبة وعملت الكبيرة الفلانية هو ينفع يا شيخ أبقى محجبة وأشرب شيشة؟ ما أنا كده بسيء الحجاب أصلا بصراحة بشيش، فأنا هقعد على القهوة وأنا مش محجبة أحسن ما يعدوا يقولوا شايفين المحجبة. لا تشيش وتعمل معاصي وهي محجبة حجاب شرعي، حجاب شرعي بس بالظبط كده. الحجاب غير غطاء الرأس. احنا نقول لها في الأول يا رامي يجب أن نفرق بين ما أمر الله عز وجل به فإحنا يجب أن احنا نعمله، وبين أن احنا بنعصي وبنذنب. ما ينفعش نجعل المعصية حجة علشان أترك بعد الله عز وجل. بالزبط. أنا ما ينفع عشان بس ما يتفهمش إن احنا بنقول لها البسي الحجاب وروحي شيش. لا فيجي البودكاست عارف زي إيه؟ ولا ينفع أصلي؟ أقول لحضرتك على حاجة، ولا ينفع أصلي وأنا بعمل معصية؟ أحسنت. هو ده بقى تصلي وانت بتعمل معصيه علشان الصلاه تنهيك عن المعصيه. احسن. ان الصلاه ايوه اسجد لربنا ازاي يا عم؟ انت مالك؟ اسجد. هو اللي قال لك هو اللي قال لك اسجد. عملت المعصيه، طب يا جماعه معلش ثانيه واحده انا هصلي بس وهرجع، وممكن انت طب ارجع اكمل معصيه يا اخي؟ صلي. ما هو ممكن بعد ما تصلي تقول انا مش هعمل معصيه، او تصلي وتعمل معصيه وتصلي وتعمل معصيه، في المره العشره هتتكسف على دمك وهتقول خلاص انا مش هعمل. انا يعني معلش انا كنت اعرف حد كان بيعمل معصية كبيرة، ماشي، كان في وسط المعصية الكبيرة بيروح يصلي
ويرجع يكمل المعصيه. طب انت ليه حاجه اقولها لك بيني وبينك تعمل لا كده؟ ده خلينا بس والله ما انت والله ما انت والله ايوه انا عارف يا عم. خليني اقول طيب مثال عشان يبقى الموضوع واضح. على فكره انا مش بسفه الذنب والله، بس لا. حبيت ارمي افيه كده هو ملوش اي لازمه. بعد اذنكم شيلوه من المونتاج بقى. وانا هقول المثال ده عشان يبقى انا بحب دايما ادي امثله الشباب تعرف تلمسها. بالظبط. ماشي. شخص كان بينصحني يعني اللي هو في نفس النقطه دي، يعني يبقى بعمل ذنب واعمل خير في نفس الوقت او اطيع ربنا في نفس الوقت. شخص كان بيزني اكبر كبيره. بالظبط. اكبر كبيره بعد القتل طبعا. بعد طبعا من الكبائر، من الكبائر. طبعا القتل، فكره القتل صعبه الله جدا. عز وجل طبعا. بالظبط كده. والشرك كان بيطلع يصلي وتاني يوم كان بيعمل ده عادي. انا بسمعه ويخلص يتطهر ويصلي. انا بسمعه مش مقتنع ازاي يعني. طب ازاي؟ بس هو ده اللي ربنا قال لنا عليه. هو ده مش قال وهيبقى سبب هدايته في يوم من الايام. بالظبط كده. احنا عاوزين نخرج من الحلقه دي نقطه مهمه جدا، وهو ان الناس لا تظن ان احنا بنبرر المعاصي. لا حاشا لله. مع وجود العبادات الطبيعيه واليوميه، لكن زي ما كابتن رامي قال في يوم من الايام ستنهاه صلاته عن الفحشاء. بالظبط كده. في يوم من الايام لو جالي شاب وقال لي يا شيخ انا على علاقه محرمه وبقع في فاحشه الزنا بس انا بصلي، هو انا صلاتي تقبل؟ اقول له ان شاء الله تقبل. اذا بكيت لله وتبت الى الله عز وجل وكل مره تذنب تتوب الى الله ربنا جل وعلا يقبلك، لان ربنا جل وعلا قال علم عبدي ان له ربا يقبل التوبه وياخذ بالذنب تبت على عبدي فليصنع ما شاء. فانت خليك دايما حط قدام عينيك ان الله جل وعلا فتح باب التوبه، والنبي عليه الصلاه والسلام يقول ان الله يقبل توبه احدكم ما لم يغرغر او تطلع الشمس سكرات الموت بس او خلاص انت طول ما انت اليوم العظيم نفست تتوب الى الله يتوب الله سبحانه وتعالى عليك. لكن النقطه اللي قالها كابتن رامي مهمه جدا، وهي قضيه انا لازم يكون عندي احساس امتى الطاعه تخليني اتوب من الذنب، وازاي فعلا لما اصلي انوي ان تكون صلاتي من الصلاه التي تنهاني عن الفحشاء والمنكر، وانوي ان انا بالقران وبالايات ارجع لربنا سبحانه وتعالى. دي نقطه مهمه جدا. خلاصه الحلقه ان احنا المعاصي لا تمنعنا من فعل الخير، ده حقيقي، والمعاصي لا تقنطنا من روح الله سبحانه وتعالى، والمعاصي لا تجعلنا نطرد عن باب الله. هو احنا يا كابتن رامي لو ربنا غلق الباب هنروح فين؟ ايوه هنروح فين؟ صح. هنروح لمين؟ لا ملجأ ولا منجأ الا حاجه برضو يعني. وفي حاجه تاني، طب انت اذنبت الذنب اسكت، ما تجاهرش بالذنب. كل امتي معافى الا المجاهرين. الله. قيل وما المجاهرين يا رسول الله؟ ان يفعل الله. المرء كذا وكذا ثم يستره الله تمام فيصبح لقد فعلت كذا وكذا. يستره ربه ثم يكشف ستر الله عنه. ممكن رامي ياخد من كلامك سترك على نفسك في الذنب ده بيمنعك من التمادي. ليه؟ بالظبط. لان انا لما اقول للشيخ صاوي انا عملت كذا واقول لرامي عملت كذا ده بيخلينا بياخدنا لحته التطبيع مع الذنب. انا خلاص وحاجه تاني، ده الناس متقبله. وحاجه تاني انت دلوقتي شخص رياضي، شخص كويس، شخص زي الفل. لما تيجي كل يوم على الميديا مثلا، انت راجل شخص مؤثر وشخص مشهور وتجاهر بالذنب اللي انت عملته، انت كده انا بعمل انفلونسنج للناس كلها بالذنب. انت بتوصل للشباب النهارده انا كنت خارج ما اعرفش بعمل ايه وبسوي ايه وعملت ايه امبارح وعملت ايه اول امبارح وكنت فين بالليل وانا شايفك كويس. لا ربنا انتقم منك مثلا ولا ربنا ولا وعايش كويس وعايش في حياه اجتماعيه كويسه وجسمك كويس وشكلك كويس وزي الفل. طب ما هو بيعمل ذنب اهو. ومن المصائب الاعلام بيعملها ان هو بيجيب لك في التلفزيون يقول لك انا بحكي الواقع، الخيانات الزوجيه، الزنا، شرب الخمور، المعاصي، وممكن يجيب لك اللي بتشرب خمره او بتزني او بتخون الزوج دي كويسه وبتصدق على السبب. يا رب. وبنت البلد الجدعه الكويسه اللي بتخلص وصله الرأس وبتخرج بتلاقي ناس جعانه فتاكلهم. اصلا انت حضرتك مش فاهم اصل ثانيه واحده بس، اصل وسطها ده فتح بيوت ناس. بالظبط كده، فتح بيوت ناس. ما هو في نقطة مهمة جدا زي ما انت قلت، آخر حاجة انت عملت المعصية اسكت.
ليه بقى تجاهر بالمعصيه وتجمل صوره المعصيه وتطلع الست اللي بتعمل المعاصي دي مع نفس الوقت بتتصدق وبتحسن؟ لا، انا عملت معصيه اصمت واسكت. بالظبط. حاجه بقى اخيره بقى، انت اخر مره دعيت ربنا امتى؟ الله. طب اخر مره استغفرت ربنا امتى؟ الله. شتمت كم مره في اليوم وانت عارف وربنا قال لك ان كلمه واحده تلقيك في النار 70 خريفا. نعم. كلمه واحده لا يلقي بها الرجل بال 70 خريفا صلى الله عليه وسلم. 70 خريفا. عارف ايه 70 سنه علشان كلمه؟ طب ما تستغفر ربنا، قول له استغفر الله العظيم الله. من كل اللي عملته وفاكره وكل اللي انا عملته مش فاكره. ليه ما تجيش اخر اليوم كده زي ما بتحسب في فلوس كام في جيبك وصرفت كام واتبقى معاك كام، تقول انا عملت ايه طول النهار؟ انا شتمت استغفر الله العظيم، انا اتنرفزت انا ما كانش ينفع اعمل كده، المعصيه الفلانيه استغفر الله العظيم. طب الحاجات اللي انا مش فاكرها لاني انسان، ما هو الانسان بينسى. ما هو انا انسان، عمري ما فتعمل ايه بقى؟ سجل يوم. وخلي بالك ماشي، بس انك تحاسب زي ما بتحاسب نفسك صرفت كام، حاسب نفسك ارتكبت ايه. طب ولو نسيت في اخر اليوم، يا رب انا استغفر الله العظيم. لذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاه والسلام اللهم اني استغفرك فيما لا اعلم. فيما لا اعلم. بالظبط. فانك تعلم ولا اعلم. بالظبط. فانا عارف ان انا حاجه. طب افرض قلت كلمه انت فاكر ان الكلمه دي مش وحشه، قاعد مع صاحبك وبتهزر وقلت له كلمه لا تليق في ديننا، هو خدها عادي ممكن يكون ما زعلش، بس ربنا يعني ربنا هيحاسبك عليه. احسنت. تمام. حاول تستغفر ربنا، حاول تدعي ربنا. يا اخي اسجد قول له استغفر الله، يا رب انا الذنب ده مش عايز اعمله، والموضوع حصل فعلا معايا، ذنب معين انا كنت بعمله مش هقول عشان ما بقاش من المجاهرين. تمام. لان ربنا سترني في حاجه. ربنا يتوب عليه. رامي بيضرب لنا مثال عملي حي. جزاه الله خير. ايوه انا مثال عملي حي جدا ومؤمن عارف. ربنا الشيخ محمد الصاوي عارف. ربنا يقبلك يا رب. اقول ايه؟ يجعلك من الصالحين. يا رب يعني بترجاه مش عايز اعمل الذنب ده تاني، قويني. عارف يا رامي، انا يعني لما ربنا بيقدرني ويقويني يعني ببقى مثبت. هو ده عادي ان انا اقول؟ طب سؤال بقى علشان انا ذكرت يعني لا انا ذكرت حاجه، انا ذكرت حاجه. طب ثانيه واحده يا مولانا، ذكر معين. طب اقول لحضرتك يا مولانا، انا ذكرت حاجه دلوقتي، انا قلت حاجه معينه الشيخ مؤمن عارفها والشيخ محمد الصاوي عارفها، مش بقولها كتكبر على الله. نعم. او مش بقولها كأن انا فرحان بالمعصيه، كبقولها الاخ. تمام. كبقولها الاخ ده يساعدني او يديني طريق. بالظبط كده. مش مجاهره بالمعصيه، على قد ما هو ارشدني، قول لي قويني. احسنت. انت كنت عاوز تقول ان انا لما مثلا عندي ذنب فبعمل ورد معين من يعني او بصلي ركعتين او بتصدق من ضمن الحاجات. يعني انا كنت بثبت ركعتين منهم قيام ليل. احسنت. وفي نفس الركعتين دول ده اللي احنا قلنا عليه، اللي الرسول امرنا بيه صلى الله عليه وسلم. انا بحاول افتكر كل اللي انا عملته واستغفر عنه وبتوب لربنا في الركعتين دول زي ما رامي بتوب لربنا في الركعتين دول. نتمنى ان الحديث ما يكونش طول عليكم، واستنونا في حلقات تانية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شباب يسمو ويفكر، يبني أوطانا ويعمر، ويقاوم شبهات الأعداء، ويكتب مجدا ويسطر، يحدوهم شوق وحنين لعناق المختار الأعطر.